السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل السينابون بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا ونتيجة والله أحلى كمان من سينابون الأصلي. كل اللي داقه عجبه جدا وقال لي لا احنا دقناه من السينابون الأصلي وده كمان أحلى منه بكتير. طريقته سهلة وبسيطة وإن شاء الله يطلع معاكم بنفس النتيجة. هنروح نشوف المقادير والمكونات. احنا هنعمله بالعجينة اليابانية. انا بصراحة مسميها العجينة السحرية لانها بصراحة فرقت كتير جدا في هشاشة العجينة وطعمها كمان. دي طريقتها. معايا 3 معالق دقيق مع نص كوباية من المية. هنقلبهم كده وناخدهم على النار لحد ما القوام بتاعهم يتقل. وهنجهز بقى معانا الخميرة عشان تلحق تخمر. معايا معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة. اللي هو كيس خميرة يعني بيبقى 10 جرام. ومعايا نص كوباية من المية الدافية. وزن المية 60 ملي. ووزن معلقة الخميرة 10 جرام زي ما قلتلك ومعلقة سكر كبيرة. دي العجينة اليابانية حطيناها على النار لحد ما ادتنا القوام ده. وبعد كده هننقلها في بولة ونسيبها تبرد خالص لان احنا ما ينفعش نستخدمها الا وهي باردة خالص. عشان كده عملناها في الاول عشان تلحق تبرد. مكوناتنا بقى معانا الدقيق وزنه 550 جرام ودول 4 كوبايات وربع من الاكواب المعيارية. ومعانا 120 ملي لبن. اللبن ده مفروض يكون رايب بس انا حاطه عليه معلقه خل كبيره عشان كده اداني نفس تأثير يعني اللبن الرايب. ومعايا 60 جرام من الزبده و15 جرام من السمنه البلدي ودي اضافه انا حطاها عشان يديني طعم الزبده يعني البلدي. حطينا كل المكونات تقريبا على بعض ومعايا كمان بيضتين حجم كبير وربع كوباية من السكر اللي هو 50 جرام. هسيبلك كل المقادير والمكونات في صندوق الوصف. حطينا كله على بعضه وهنقلب بقى. هنقلب شوية كده بالمعلقة وبعد كده هنعجن. لازم نعجن طبعا بايدينا. طبعا لو في عجان هيسهل معانا. بتاخد تقريبا 10 دقايق عجن في العجان ولكن على ايدينا هتاخد حوالي ربع ساعة تلت ساعة. ضفنا بقى الخميرة بعد ما خمرت وتأكدنا ان هي شغالة كويس. وضفنا العجينة اللي احنا عملناها العجينة اليابانية بعد ما بردت خالص برضو. هنقلب بقى كله زي ما انت شايفة كده لحد ما السوائل بس تختفي شوية علشان نقدر نعجنها بايدينا. تمام كده. معلش هي هتاخد وقت شوية في العجن بالايد. ولازم توصل معاكي ان انتي تبقى معاكي عجينة يعني متماسكة بس بتلزق بسيط. ما تبقاش يعني متماسكة قوي علشان تديكي عجينة طرية وهشة. في غلطة انا هنا عملتها ومش عايزاكي تعمليها. انا ضفت اللبن كله والمفروض ما كنتش ضفته كله. كنت بقيت شوية يعني في الكوباية علشان طبعا الدقيق بيختلف وكمان حجم البيض برضو بيختلف. فانا احتجت ان انا اضيف لها معلقتين دقيق علشان تتلم معايا. بس انتي من الاول ما تحطيش كمية اللبن كلها. وواحدة واحدة كده لحد ما تتلم معاكي العجينة علشان زي ما قلتلك الدقيق نوعه بيختلف. في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق ما بيشربش وكمان حجم البيض بيفرق. هنعجن بقى كده زي ما قلتلك لحد ما بصي القوام عامل ازاي. قوام فيه تلزيق خفيف بس في نفس الوقت مش منتشة ولا مفتحة. ناعمة جدا العجينة وفيها تلزيق بسيط. طبعا التلزيق ده هيختفي بعد ما تخمر. هنسيبها بقى تاخد وقتها خالص عشان احنا طبعا في جو ساقع. بس هندهن وشها بنقطتين 3 من الزيت ونغطيها ونسيبها تخمر. انا خدت معايا تقريبا ساعتين. كنت حطاها في المطبخ وطبعا كنت بشتغل وبعمل اكل وكده فالجو كان
كويس شوية في المطبخ، مش ساقع قوي فخمرت معايا. هنعمل بقى صوص الجبنة اللي هو الأصلي اللي بيتحط على سينابون الأصلي. الصوص دوت الأصلي بتاعه اللي هو بيتعمل بالسكر والزبدة والجبنة الكريمي. أنا جايبة ربع كوباية من الجبنة الكريمي وربع كوباية من الزبدة، ومعايا كوباية من السكر البودرة المنخول. بنضرب بقى الجبنة مع الزبدة شوية لحد ما تهيش، وبعد كده بنضيف لها السكر وتتضرب كويس قوي، وبعد كده تتساب وهو كده مكوناتها بس. ودي المكونات الأصلية للصوص الأصلي اللي بيضاف على السينابون في محل السينابون الأصلي. هنضيف بقى السكر، وزن السكر كان 115 جرام، والجبنة الكريمي 60 جرام، والزبدة 60 جرام. تقدر تستخدمي الزبدة النيوزيلندي، بتبقى تحفة جدا في النتيجة، بس انا ما كانتش عندي، عملتها بزبدة فرن وكانت النتيجة برضو حلوة جدا جدا. وعشان كده حطيت في الاول كمان معلقة من السمن البلدي، برضو اداها طعم حلو قوي وفرق كتير قوي في الطعم. تمام كده كده القوام بتاعه خلاص قرب نقفل عليه. تمام كده، هنفضيه بقى في علبة ونشيله كده على جنب لحد ما يخرج السينابون من الفرن، بعد ما نعمله يعني ونسويه عشان يبقى الصوص جاهز. لان حاجة اساسية خالص ان احنا نطلع السينابون سخن ونحط عليه الصوص على طول وهو سخن عشان يسيح. ده بقى الحشو بتاع السينابون. دي كوباية سكر، وحط عليها معلقة من العسل الاسود علشان تدينا تأثير السكر البني اللي مكانش عندي، ومعلقتين من النشا، ومعلقة من الكاكاو الخام، ومعلقة من القرفة. ممكن تستغني عن الكاكاو وتخليه كله قرفة، وممكن تستغني عن القرفة وتخليها كلها كاكاو. فايدة النشا هنا بيعمل فاصل ما بين الطبقات، فبتبقى قطعة السينابون مفرغة، فلما تيجي تحطي عليها الصوص يعني بيدخل كده ما بين الطبقات وبيبقى حلو جدا. السكر ما تتأيديش بكوباية، بس انا عشان بنحب الحاجة محلية شوية ممكن تستخدمي نص كوباية من السكر، مفيش مشكلة، على حسب ما بتحبيه وحسب ذوقك في الحلويات. هنجيب بقى العجينة بتاعتنا، وما شاء الله ما شاء الله، بصي خمرت قد ايه، حلوة جدا جدا وهشة جدا جدا ومليانة هوا، وده هيخلي السينابون بتاعنا طالع هاشش جدا وناعم جدا وقوامه حلو قوي. حتى بعد ما بات والله تاني يوم برضو حلو قوي قوي قوي. لو جربتي الوصفة دي فعلا هتقولي ان دي احلى وصفة ممكن تجربيها للسينابون. هنلم بس العجينة كده، هنرش بقى كده رشة خفيفة جدا جدا على الرخامة، علشان برضو العجينة ما تاخدش دقيق كتير. ونفرد العجينة بتاعتنا بالنشابة بقى او بالمردنة زي ما بتسموها. اهم حاجة ان نفردها آه، يعني بسمك نص سنتي، علشان تبقى الطبقات كتير وتبقى رفيعة كده وتدينا شكل حلو قوي وكمان تدينا طعم حلو. هنفردها على شكل بقى مربع، نحاول كده نرقق فيها ونخليها على شكل مربع عشان لما نيجي نلف الرول بتاعنا يبقى كله سوا واحد.
بحاول بقى الفها من كذا اتجاه كده علشان تدينا كلها تبقى سمك واحد وتديني الشكل مربع. كل ما ترققي فيها كل ما تديكي عدد لفات اكتر وتديكي شكل حلو قوي، وكمان الحشو بتاعها يبقى كتير فيها وطعمه حلو. هنجيب بقى زبدة يعني يا دوبك متدوبة، مش سخنة، يا دوبك احنا مدوبينها بس، وبندهن بيها العجينة كلها بطبقة تكون كويسة مش قليلة. كل حتة في العجينة تدهنيها علشان ما تلزقش لما تتلف. تمام كده. وده الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو السكر والكاكاو والقرفة والنشا. هنرش بقى كل قطعة برضو كل حتة في العجينة تاخد شوية من الخليط ده. تمام كده. وزي ما قلتلك ما تتأيديش بكمية السكر. بنضغط بقى بالنشابة كده على الخليط عشان يثبت، ولما نيجي نقطعها ما يفرطش منها، يعني يبقى ثابت. ونبتدي بقى نلف فيها على رفيع خالص وواحدة واحدة، وما تستعجليش، ويعني تلفي يمين شوية وشمال شوية عشان يبقى الرول بتاعك ماشي متساوي. زي ما انت شايفة كده بلف بالراحة، واي حتة ملاقيش فيها خليط بزودها تاني. العجينة بتاعتنا هشة قوي وطرية قوي، فتعاملي معاها بالراحة. هنمشي واحدة واحدة بقى كده لحد ما نخلص الرول بتاعنا. ونجيب السكينة المشرشرة. طبعا المشرشرة احلى بكتير من السكينة العادية علشان ما تكتمش القطعة. نحاول نعملها بقى يعني بمقاس معين. انا اخدت كده مقاس 3 صوابع مثلا، وبقطع بعديها. عملت معايا 9 قطع كبار ما شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان سعر القطعة بتبقى معدية 45 جنيه في محل السينابون. انا عملتها خبزتها في العلبة بتاعة الحاجات السخنة، اللي هي بتاعة الاندومي وبتاعة الشرب مثلا، بتاعة اي حاجة اللي هي بتخش الفرن. الطريقة دي حلوة جدا، حتى لو هتطلعيها مثلا اوردر او حاجة، فانتي بتخبزي في حاجة هتبيعيها فيها، يعني ما فيهاش كمان تكلفة، هتقلل عليك التكلفة، لان العلبة بتحطي فيها الصوصات وتحطي فيها كل حاجة وتخبزي فيها وتبيعي فيها، فحلوة جدا. وكان سعرها قليل جدا، العلبة بجنيه ومعاها غطا، وكمان زي ما انت شايفة شكلها حلو قوي وشيك. انا كان معايا بس 6 علب، ده اللي كان موجود عندي، فعملتهم وبقى معايا 3 قطع حطيتهم في صينية. بصي اللفات بتاعتنا كتير ازاي وشكلها حلو، يعني مش مجرد لفتين كده وخلاص. اهم حاجة يكون الفرن بتاعنا سخن وحامي علشان مش عايزينه ينشف. هو بياخد في حدود ربع ساعة تلت ساعة على درجة حرارة 200. ده بعد ما خمر يا جماعة. بص ما شاء الله ملى العلبة ازاي، القطعة يعني خمرت جدا وبقت حلوة قوي. ده بعد ربع ساعة في الفرن على درجة حرارة 200. طالع حلو جدا جدا. هو طبعا لسه سخن. هنحط بقى عليه الصوص الابيض.
شوية كده هتلاقيه ساح وانتظم، علشان بس هو لسه ما خدش حرارة السينابون. لو وصلتي لحد هنا ما عملتيش لايك بقى اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا حطيت الصوصات على 3 بس، والباقي هشيلهم في الفريزر، ولو حبيت ان انا استخدمهم بحطهم في الفرن شويه يسخنوا، وبعد كده هحط عليهم برضو الصوصات، بيطلع بالظبط زي كاني لسه عاملاه. هحط عليه كمان صوص الكراميل، ده انا عاملاه برضو في البيت، بصي ساح ازاي وبقى شكله حلو. ده صوص الكراميل، ان شاء الله هحط لكم برضو طريقته ونعمله مع بعض. الصوص ده سهل جدا ويعني اقتصادي قوي، زي ما تحبي بقى ممكن تحطي كمان صوص شوكولاتة، فده على حسب الرغبة بقى والذوق. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله تنفذوها وتقولي رأيكم فيها. بصي القوام، بصي ما شاء الله، يعني طري جدا جدا جدا. جربيه بطريقة العجينة اليابانية اللي هي السحرية فعلا، هيعجبك قوي وهيعجب الولاد، ومحدش هيقدره الا اللي فعلا كل سينابون من محل سينابون الاصلي، هيعرف ان هو احلى بكتير من اللي اكله هناك. اسيبكم بقى في رعاية